السلام عليكم. اليوم غنحضروا صوص كراميل بثلاثه المكونات فقط ودغيا كيوجد معكم. كنحتاجوا كاس لارب السكر، كاس لارب الحليب وشويه ديال الحليب، كنضيفوا عليه معلقه ديال النشا وكنخلطوهم. كناخذوا كاسرونه ديالنا كنديروا على نار اللي مهيله، كنضيفوا السكر هو الاول وكنخليوه حتى كيبدا يذوب. من بعد كنبقاو نخلطوا باش كنعاونوه يذوب. فاش كيذوب كامل كنضيفوا معلقه كبيره ديال الزبده وكنخلطوا. من بعد ما كتذوب الزبده كنبداو نضيفوا الحليب اللي هو داك كاس اللارب اللي كنت قلت لكم، كنفيضوه قبل عاد كنضيفوه باش هكا ما كيتحجرش لينا الكراميل. انا ضفتو هنايا على 3 ديال الدفعات. من بعد غادي نضيف داك شويه ديال الحليب اللي كنا ضفنا له معلقه النشا، كنخلط مزيان حتى كيعقد لينا الخليط. من بعد كنضيف واحد قبصه ديال الملح، انا راه نسيتها. كيف ما كتشوفوا صافي فاش كيدير هاد الفقاعات يعني الكراميل ديالنا تيكون واجد. وهكا صوص الكراميل ديالنا كتكون واجده، كتجي رائعه. تقدروا تستعملوها في الحلويات ديالكم، في لي كيك، اي حاجه. شوفوا كيفاش كتجي ثقيله ومازال فاش كتزيد تبرد راه كتزيد تقال. انا زينت بها هنايا التحليه، غتلقاوها في يوتيوب.